السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع هام جدا، وهو الكلمات المهمة لفهم سوق البورصة المصرية. أول كلمة معانا الدعوم. الدعوم هي منطقة سعرية يرتد فيها سعر السهم لأعلى ويفتح فيها مراكز شرائية. 2. المقاومات. المقاومات هي منطقة سعرية يرتد منها سعر السهم لأسفل وفيها يفتح مراكز بيعية. 3. أو ثالث كلمة معانا التريدة العكسية. التريدة العكسية هي عملية تداول حضرتك بتعملها في سهم حضرتك خسران فيه، وهي بكل بساطة حضرتك بتبيع عند المقاومة وتشتري عند الدعوم، وهي بتوفر كاش في المحفظة وبتحسن متوسط سعر السهم اللي حضرتك خسران فيه. رابع حاجة السهم مصفر أب. السهم مصفر أب بمعنى السهم وصل للحد الأعلى للحدود السعرية وهو بلس 20%، وفيها بيكون في طلبات لكن مفيش عروض أو زيرو عروض. السهم مصفر داون يعني السهم سعره وصل للحدود الأدنى من الحدود السعرية وهو ماينس 20%، وهو بيكون فيه عروض لكن مفيش طلبات يعني زيرو طلبات. آخر كلمة معانا المارجن. المارجن هو مبلغ مالي حضرتك بتقترضه من شركة السمسرة أو بتستلفه من شركة السمسرة، وهو على حسب الاتفاق ممكن يكون 1:1 أو 1:2 من قيمة المحفظة، وده أنا لا أنصح به إطلاقا. أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، وأتمنى الاشتراك في قناة أكاديمية عواد، وأهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد مرة تانية. شكرا جدا لكم.